لعشاق السلطات، سالاد دو بات، شلاضة مقارونة. هذا واش يوالم في هاد السخانة مع صلصة بنينة بزاف. نبداو بالصلصة لا فينيغرات. في طاس نحط باطا فرماج ريجيم ولا ياغورت طبيعي، 3 حبات فرماج بورسيون، 3 مغارف كبار مايونيز، سنينة توم، عصرة قارص، فلفل كحل، مغرفة كبيرة خل، مغرفة كبيرة ما، نص كاس زيت. نميكسيهم ملح. إذا كان القوام ثقيل كيما هكذا نزيدو شوية ما. أنا زدت 4 مغارف كبار ما. الملح حسب الذوق. هذا هو القوام المطلوب تاع الصلصة. نطيب مقارونة بهذا الشكل تاع الغوسور في ماء مغلي، الملح وشوية زيت. ما نطيبهاش بزاف، نخليها شادة للشكل ديالها. كي طيب نبردها بالماء باش نحبس لها الطياب. نحطها في كسكاس تقطر ملح. كي تقطر نفرخها في ريسيبيون، نزيد لها الزيت تاع الثوم ولا حبيتو زيت الزيتون، مايس، زيتون خضر مقطع، زرودية مفورة مقطعة، جلبانة مفورة، خيار مقطع، فروماج بورسيون مقطع، وإذا كان متوفر غرويير قطعوه، 2 باطات طون. ونخلط كل شيء مليح. الكمية هذه جاتني بزاف، ما نخلطهاش كامل مع الصلصة اللي حضرتها. نفرغ شوية في صلادي صغير ونزيد له شوية من هذيك الصلصة ونخلط مليح. شلاضة مقارونة راهي واجدة. نزينها بالبيض مغلي، زيتون كحل، مايس، معدنوس، والتزيين يبقى اختياري. قبل التقديم اللي يحب يزيد الصلصة من الفوق. جربوها، هي شلاضة وطبق في نفس الوقت. بصحتكم.